نزلت البيت؟ شفتي بقى. لا الموضوع كده، عشان لما اقولك ان هي بتيجي في البيت وانا مش موجوده وتاخد حاجتي ومفيش، والله يا ماما في حاجه في البيت ما بتاخدهاش وتديها. بصي يا حبيبتي من غير حلفان، انا لما انت كمان هدومك كمان بتديها لبنتها. رحت عندهم بالصدفه لقيت بنتها لابسه. لا يا حبيبتي ده ما يحصلش، وازاي يعني يحصل، وازاي هو يقبل كده؟ ما اعرفش والله. ما ينفعش. لا يصح. لا انا كنت بقول لك ما ينفعش تتكلمي عشان هي انت بتقولي انت بتقولي ان هي بتخش الشقه ومعاها مفتاح. قلت لك معلش يا حبيبتي مامته هيعمل هو ايه طيب؟ لكن ان هي تفتح الباب وانا شفت بعينيا تخش وتاخد طقم الحلل وتنزل بيه وكمان تديه لبنتها، ده مش من حقها ولا من حق اي حد. وبعدين البيت ليه حرمه، هي ازاي تخش من غير ما حد يعرف؟ ده عيب. هي ست كبيره يعني معلمه وبتعرف وبتفهم، ازاي تعمل الغلط ده؟ ما يصحش. وكمان بتقولي كمان بتاخد هدومك وتديها لبناتها، ده في عرف مين؟ ده في عرف مين؟ لا طبعا الموضوع ده لازم ناخد عليه حد، ولازم جوزك لازم اقعد معاه ولازم اتكلم. ما يصحش الا الصحيح يا حبيبتي، وهو كده في غلط لما يخلي مراته امه تخش وتخرج واخواته يخشوا ويخرجوا براحتهم وياخدوا اللي في البيت من غير استئذان من غير اي وجه حق. لا ده ما يرضيش حد، وانا مش هسكت على حق بنتي. ما تتكلميش خالص عشان ما تضيعيش حقك، وانا هعرف اعمل ايه في الموضوع ده.